بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة. والحدث على طول بيفرض نفسه زي ما حضراتكم متعودين معانا، ونهائي بطوله كاس مصر للكره الطائره، والزمالك يتعملق ويتالق نجومه في هذه الليله على حساب من؟ على حساب الاهلي بما له من تاريخ في هذه البطوله تحديدا. يتمكن الزمالك في هذه الليلة من الفوز ببطولة الكأس للمرة الثالثة على التوالي والسبعة في تاريخه. لك أن تعلم عزيزي المشاهد أن الزمالك وطائرة الزمالك تألقت بما لا يدع مجالا للشك. هم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى. صاحب المركز الثالث، وادي مراسم اهو يعني صعود صاحب المركز الثالث للفوز بميداليات المركز الثالث قدام سيادتك على الشاشه. وبطبيعه الحال لسه لم ياتي لا توزيع ميداليات النادي الاهلي اصحاب المركز الثاني اليوم، ولا اصحاب المركز الاول اليوم نادي الزمالك في هذه الامسيه. الطايره عامله شغل جامد في الزمالك في وقت قياسي. احنا بنتكلم دلوقتي طايره الزمالك في دوري وكاس ايام بسيطه جدا جدا. بنتكلم كنا من ايام، وكان معانا على التليفون رضا هيكل في احتفالات خاصه بفوز الزمالك كان ببطوله الدوري، وكانت بطوله صعبه جدا جدا. وبرضه احنا بنتكلم النهارده في بطوله كاس مصر. احنا لسه في اللحظات اللي فيها التتويج بتاعه نادي الزمالك لسه لم تحدث حتى الان. وقدام حضراتكم على الشاشه الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطائره في وقت تسليم الميداليات البرونزيه لاصحاب المركز الثالث اللي هم فريق بتروجيت. وكمان لحظات قدام حضراتكم على الشاشه كابتن ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، تامر بيبرس عضو مجلس الاداره، كابتن هناء حمزه عضو مجلس الاداره الاعلاميه الزميله ايضا، الساده اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم لكره الطائره عفوا بالكامل قدام حضراتكم على الشاشه. لسه المراسم كلها ما ابتدتش دلوقتي، مراسم تسليم اصحاب المركز الثاني النادي الاهلي في هذه الامسيه وصيف بطوله الطائره. قدام حضراتكم اهو على الشاشه لاعبو النادي الاهلي وهم بيستلموا، المفروض ان هم بيستلموا الميداليات. ايوه بالظبط كده، ادي وقت تسليم الميداليات الفضيه للنادي الاهلي. والله حصلت طفره كبيره الفتره الاخيره على صعيد اهتمام المشاهد المصري بالكره الطائره وكره اليد وكره السله، وده له اسبابه الحقيقه يعني. طيب نروح تاني لزميلنا خالد رزق مع رضا هيكل. رضا ببارك لك الف مبروك، وخليني بقى اسالك السؤال المعتاد. قلت لي في احتفال رسمي للزمالك دايما بالفوز بالبطوله، عندك احتفال رسمي النهارده، هتعمل فيه ايه؟ حبيبي يا هيما، ربنا يخليك، الف الف مبروك لكل جمهور نادي الزمالك طبعا. ان شاء الله باذن الله يعني هتشوف احتفال النهارده حلو قوي. بس انا النهارده هخلي كابتن الفريق احمد يوسف هو اللي يعمل الاحتفال، لان هو بصراحه الموسم ده عمل موسم استثنائي وساعدنا كتير جدا جدا جدا. فباذن الله النهارده هنحتفل احتفال شيكا ببطولتين للسنه الثانيه على التوالي، الدوري والكاس في الزمالك متعوبه مصنع الرجال. طب خليني اسالك قبل ما اشمعنى انت بتقول لي يوسف عمل مجهود كبير؟ ده بالاتفاق كنتوا بتتفقوا مع بعض بتتكلموا في الجزئيه ديت؟ لانه المشاعر والحاجات اللي شبه كده برضو احيانا بيبقى ليها دور كبير في اوضه اللبس وليها دور كبير في التتويج، وانا عارف انه الطايره عملت بسمه حلوه بالنسبه للزمالك الموسم ده. والله يا كابتن ابراهيم، احنا الاربع ايام اللي فاتوا دول احنا حرفيا ولا كنا عارفين ننام، وكنا فعلا قاعدين 24 ساعه مع بعض بنتكلم في كل تفاصيل، في كل حاجه، في ان احنا هنقاتل لحد اخر نفس، لحد اخر نقطه، احنا مش هنسيب اي حاجه تعدي. والحمد لله الحمد لله يا رب، ربنا كرمنا يعني كرم كبير جدا جدا. وده انا قاعد تعبنا فعلا، ربنا عالم احنا تعبنا قد ايه وعدينا بصعوبات قد ايه، بس الحمد لله ربنا كرمنا. ماتش صعب قوي كان مع عقرب، يعني انتوا والاهلي جيم تقيل بمعنى الكلمه. يعني امتى حسيت ان الدنيا بدات تقرب؟ مع الشوط الخامس؟ طبعا. بص اقول لحضرتك على حاجه. طبعا انت يعني انت طبعا عارف الماتشات دايما الاهلي والزمالك ده نهائي لوحده. النادي الاهلي فريق محترم جدا جدا طبعا، وخصم عنيد جدا. ان شاء الله باذن الله
كانت ماتشات صعبه، يعني احنا في 4 ايام لاعبين حوالي 15 جيم، وده كان ده المفروض ان هو يحصل. اداء كان محترم جدا من الفريقين جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله ده يعود على منتخب مصر بالفايده باذن الله ويكرمنا في البطولات اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن رضا، ومبروك الف الف مبروك، تستحق التتويج، مبروك الف مبروك. بشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا كابتن ابراهيم، الله يبارك فيك. الف شكر الف شكر شكرا جزيلا كابتن رضا هيكل نجم نادي الزمالك. قدام حضراتكم اهو على المنصه في الوقت الراهن برضو استلام الميداليات قدامكم على الشاشه، واتضاف للساده الموجودين في المقصوره احمد مرتضى منصور عضو مجلس الاداره. في لحظات التتويج اهو قدام حضراتكم على الشاشه المتعلقه بالزمالك والميداليات الذهبيه. انا قلت لك معانا في جمهور الثالثه بفضل الله مش هيفوتك حاجه. مراسم تتويج اليد جبناها لك، والاهلي كان بيكسب. مراسم تتويج الطايره هنجيبها لك والزمالك بيكسب. الحسبه بالنسبه لنا بسيطه جدا جدا يا باشا، احنا جايين علشان سيادتك تتبسط اولها من اخرها كده. هنجيب لك كل حاجه ونفرجك على كل حاجه، مفيش لقطه هتفوتك. اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها قدام حضراتكم على الهواء دي على الهواء مباشره، مش مسجله خالص على الاطلاق، حتى مفيش ثواني ما بينها وما بين الهوا، اكنك قاعد بالظبط في الاستاد، فانت ما عندكش اي مشكله خالص لحد اللحظات اللي انا عارف انه جمهور نادي الزمالك بينتظرها، لحظات التتويج ورفع بطوله الكاس. وادينا النهارده غشينا من رضا هيكل اهو، قال لك هنحتفل ازاي؟ قال لك هحتفل احتفال شيكابالا. قال لك هحتفل احتفال شيكابالا. هو على فكره كان معايا قبل كده في الدوري. فين بقى؟ فين شيكابالا؟ فين؟ اهو شيكابالا اهو بيتفرج علينا اهو، بيتفرج على جمهور الثالثه وعامل لرضا هيكل منشن ممنشن اهو ابطال الطايره. فالرساله وصلت يعني، وعامل له تاج، فهو عايز يقول لرضا الرساله وصلت، الرساله بتاعه الاحتفال بتاعه شيكا وصلت. علاقه كبيره جدا الحقيقه بتربط ما بين ابطال الزمالك او نجوم الزمالك، كابتن فرقه الكوره بكابتن فرقه اليد بكابتن فرقه الطايره. في الزمالك احمد الاحمر اسطوره كبيره جدا 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 في اليد، رضا هيكل اسطوره كبيره جدا جدا في الطايره، شيكابالا اسطوره كبيره في كره القدم وفي نادي الزمالك ومعشوق جماهير نادي الزمالك.